القضية ديالنا ديال اليوم غادي تدينا لمدينة أغادير، وهنا غادي نتعرفوا على واحد البنت الاسم ديالها سمية. سمية من بعد ما كانت عايشة مع العائلة ديالها وكتقرا متابعة الدراسة ديالها، ما كانتش داخلة ليها الدراسة ديالها في الدماغ ديالها نهائيا. على داك الشي سقطات في الباك. فاش سقطات في الباك قررت أنها ما تكملش القراية ديالها وتجلس غير في الدار تعاون الأم ديالها في الأشغال ديال الدار. ولكن في ذاك العام هذاك تقدم ليها واحد السيد للخطبة ديالها، وفعلا مني قالت أن ما عطاهاش الله في الدراسة وداك الشي قررت أنها تزوج ووافقت على هاد السيد هذا. هاد السيد كان الاسم ديالو حميد، كان عنده الدويرة ديالو، خدام على راسو، ما ناقصو حتى شي خير. المهم تقدم لسمية وسمية وافقت عليه، وفعلا داروا العرس دا مراتو للدار ديالها، بقاو عايشين ديخير وعلى خير. العام الأول رزقهم الله بواحد الوليد، بقات الأمور غادية بيناتهم عادية، ما فيها كاين لا مشاكل لا حتى شي حاجة. العام الثاني رزقهم الله بوليد واحد آخر. هنا داز على الزواج ديال سمية وحميد 3 سنوات. 3 سنوات رزقهم الله بجوج ديال الوليدات. بقات الأمور غادية بيناتهم مزيانة، يعني على خير وبخير. كاينين مشاكل، ولكن ديك المشاكل ما كتوصلش يعني حتى للفراق ولا التدخل ديال العائلة. المهم دازت على الزواج ديال حميد وسمية 4 سنوات. في هاد 4 سنين واحد النهار سمية كانت غادية تقضي شي غراض وركبات في الطوبيس. في هاد الطوبيس هذا تعرفت على واحد الولد اللي كان كيبادلها النظرات، وحتى هي بدلاتو نفس النظرات. من بعد تكلم معها، ولكن هي صرحاتو قالت له أنا راني مزوجة، ولكن ما سعيداش في الزواج ديالي، يعني داك الزواج غادي وصافي. هنا عجبو الحال هاد السيد هذا اللي تلاقى بها، اللي كان الاسم ديالو سفيان. سفيان من يعرف السيدة مزوجة وعندها جوج ديال الوليدات وغير سعيدة في الزواج ديالها، يعني جاتو دجاجة بكمونها. بقى عايش معها في علاقة غير شرعية، يعني دوز معها واحد المدة، وكان ديما كيقول ليها بأن هاد الزوج ديالك ما يستحقكش وما يستاهلكش وكذا، وطلبي منه الطلاق. كان كيشجعها أنها تطلق من الزوج ديالها. وفعلا هي بدات كتنولي مشاكل مع الزوج ديالها، كل مرة المشاكل. هنا يا حميد ما فهم والو كيفاش الزوجة ديالو تبدلات عليه. ما دازت لحد المدة طويلة على العلاقة ديالهم، بالضبط 4 شهور. واحد النهار الخو حميد دايز من واحد البلاصة بواحد الجريدة، وتيلقى سمية واقفة مع هذاك السيد وفي وضعية ماشي هي هاديك، يعني السيد شد لها في يديها وهي شادة ليه في يديه. فهو استغرب، ومن بعد زاد لعندهم. مني شافتو سمية تصدمات، ما لقات ما تقول. يعني هو تهدر معاها تيقول لها شكون هو هاد السيد، السيدة صافي مصدومة ما لقات ما تقول. هنا هذاك السيد مشى بحالاته، وهو بقى كيخاصم على سمية وتيقول ليه واش ما تقيش الله، واش شنو داير لك خويا كذا. السيدة والو غير حل فمها وساكتة، يعني ما قداتش لا تهدر لا تكلم، يعني جاتها واحد الصدمة. هنا مني ضربتها الفايقة ولات كترغبو كتقول ليه ما يعاودش الحميد، يعني ما يعاودش للراجل هاشنو. فهنا الأخ ديال حميد ما قدرش أنه يسكت على هاد الشي اللي شاف، ولكن مشى لعند خوه وقال ليه أنا غادي نقول لك واحد الخبار، ولكن خدم عقلك وكون راجل. قال ليه شنو ياك لاباس؟ قال ليه واش عندك شي مشاكل مع سمية مرتك؟ قال ليه هاد الايامات تبدلت عليا، ولات فعلا ديما المشاكل، ديما كنوض معاها المشاكل. قال ليه من الأحسن ليك أنك تفارق معاها. قال ليه علاش شنو كاين؟ هنا خو حميد عاود ليها شنو شاف سمية. فعلا هنا حميد كان معقل، خدم عقله، اتصل بالوالدين ديال سمية واتصل بوالديه، حضر الناس الكبار وجا خوه عاود ليهم يعني القصة شنو شاف. فهنا العائلة ديال سمية والعائلة ديال حميد اتفقوا على أنهم يطلقوا بلا صداع بلا والو، وسمية تنازل ليه على كل شيء، يعني ما تتابعوا حتى في شي حاجة.
فقط الوليدات ديال حميد أنه يصرف عليهم. ولكن هو حميد كان طالب أن الوليدات يبقاو معاه، ولكن العائلة وكانوا حيت كانوا الدراري مازالين صغار، يعني كان الدري الصغير مازال تيرضع والدري الاخر كان بدا يلاه كيتفطم، خصوصا انهم ولاد العام. فالعائله كلهم اتفقوا على ان الدراري يبقاو مع امهم. صافي هنا حميد وافق، لان مني سمع داك الشيء على مرتو كان خصو غير يتفك معاها. وفعلا طلق حميد وسميه. رجعت سميه تعيش مع امها وباها وخوتها، وبقات العلاقه ديالها مع سفيان العاشق ديالها. ولكن سفيان مني كان كيشجعها أنها تطلق من راجلها باش يتزوجها هو، دابا ها هي طلقات. مني كتقول له الزواج كل مرة كيعطيها عذر في شكل، مرة يقول لها مازال ما كونتش راسي، مرة يقول لها صبري عليا شي شوية، كل مرة شي يقول. واحد النهار واحد السيد اللي كان كبير شي شوية في السن اللي نسميوه الحاج، فالحاج هذا مني شاف سمية عجباته، وهنا هضر مع الأب ديالها وقال ليه واش ممكن تعطيني داك البنت يعني نتزوجها، خصوصا أن هاد الحاج هدايا يعني كان فايت 40 سنة، وسمية هنايا يعني كانت يلاه في العشرينات من العمر، يعني مازال صغيرة. وهنا الأب ديالها قال ليه لداك الحاج، قال ليه السيدة راها مطلقة وعندها جوج ديال الوليدات، قال ليه هنايا أعطيني البنت والوليدات يبقاو معاكم، والمصروف ديال داك الوليدات أنا نعطيهم ليها، يعني نصرف على داك الوليدات ولكن ما يعيشوش معايا، يبقاو معاكم وأنا نزوج البنت. هنا الأب ديالها وافق. فعلا جا الحاج خطب البنت هنا ما رفضتش هذاك الحاج، يعني وافقت عليه على الفور. علاش؟ لأن سفيان مني كان كيتكلم معاه على الزواج كان ديما كيعطيه العذر، يعني ديك الأعذار خاوية، فعرفاته بأنه ما منوش وأنه ما غاديش يتزوجها. فهنا فكرت سمية أنها تزوج بهذا الحاج، خصوصا أن هذا الحاج كان لاباس عليه، يعني عنده الفلوس، عنده الطوموبيل، عنده الفيلا ديالو. فهنا وافقت سمية على الفور، وفعلا تزوجت سمية بهذا الحاج ومشاو عاشت معاه في الفيلا ديالو، والوليدات بقاو مع الأم ديال سمية. هنا سمية قطعت العلاقة ديالها مع سفيان، ولكن سفيان كان ديما كيتعرض ليها وكيهددها وتيقول لها سمحتي فيا وتزوجتي بهاد الشارف وانا راني ما غاديش ندوزها ليك، ديما كيتعرض ليها وكيهددها. هنا سمية ما خبراتش الحاج ولا تخبر والديها ولا خوتها بداك الشيء اللي كيدير سفيان، لا خلاتو هكذاك، وكانت كتهضر معاه غير هوايا وكتقول ليه ياك انت اللي طلقتيني من راجلي الاول وما بغيتيش تزوج بيا، اش غادي ندير لك؟ انا جاتني هاد الفرصه ما يمكن ليش نضيعها. المهم بقات هاد الامور غاديه هكذايا، ديما سفيان كيتعرض لسميه بهاد الطريقه هادي، وسميه عايشه مع الحاج بخير وعلى خير، ما خصها حتى شي خير، خصوصا كما قلنا السيد لاباس عليه وعنده مينياش. واحد الصباح مع 6 ديال الصباح كيجي واحد التليفون للبوليس اللي تيخبروهم بان لقاو واحد الجثه مليوحه في جنب الطريق. فعلا هنا البوليس تينتقلوا لديك البلاصه. مني كيطوقوا ديك البلاصه وكيرجعوا مسرح الجريمه، اول حاجه داروها البوليس هما قلبوا السيد يشوفوه لا عنده شي بطاقه باش يتعرفوا على الهويه ديالو. فعلا منين قلبوا لقاو البطاقه ديالو ولقاوه هو هداك الحاج مقتول ومليوح حدا الباب ديال الفيلا ديالو. زادوا قلبوا البوليس، قلبوا داك الحاج كيلقاو عنده واحد الورقه اللي كانت مدسوسه في الجيب ديالو ومكتوب فيها الحاج صفيناها ليه والدور جاي عليك انت. هنايا البوليس ما فهموا والو، ولاو هنا دقوا على الفيلا ديال الحاج اللي واخا الموت قدام الفيلا يعني ما خرج حتى شي واحد. ومنين حلات ليهم الباب الزوجة وخبروها بأن سولوها على الحاج، قالوا لها الحاج فينا هو؟ قالت لهم راه ما جاش من البارح. قالوا لها واش مولف يعني كيغيب؟ قالت لهم لا ما عمره غاب على الدار ديالو، ولكن هاد الليلة ما جاش. هنا خبروها بأن الحاج لقاوه ميت وحده الباب ديال الفيلا ديالو. هنا تصدمات الزوجة وبدات كتبكي وكتغوت. هنا البوليس هدنوها وقالوا لها ضروري بغينا نسولوك شي أسئلة. فبداو البوليس كيسولوها يعني شنا هي الخدمة ديال الحاج. قالت لهم بأن الخدمة ديال سنصار كيبيع ويشري في الديور. سولوها البوليس على واش عنده شي أعداء
واش فايت متخاصم مع شي واحد ولا المهم بحال هاد الأسئلة. ولكن الزوجة كتقول لهم بأنها هي ما عارفة حتى شي حاجة على الشغل ديالو، وخصوصا أنها عاد كتزوجت به، يعني يلاه عندها 6 شهور باش تزوجت بالحاج، يعني ما عارفاش عليه بزاف. هنا البوليس من بعد ما داو الجثة للتشريح وحقوا مع الزوجة، بداو التحقيق ديالهم مع الإخوان ديال الحاج. فقالوا ربما يكونوا حيت الحاج ما عنده لا دراري لا والو، قالوا ربما يكونوا قتلوه على حساب الورث وداك الشي. فعلا بداو كيبحثوا مع الإخوان ديالو، ما لقاوش عندهم علاقة نهائيا. البوليس هنايا بداو كيسولوا الجيران واش شافوا شي حاجة، واش سمعوا شي حاجة، والو. كيقلبوا على ديك البلايص ربما تكون شي كاميرا شادة ديك البلاصة، ولكن لقاو واحد الكاميرا ولكن ما شاداش ديك البلاصة. علاش؟ لأن كانت داير بها الشجر، لأن هذيك البلاصة هذيك فيها غير الفيلات، وما بين ديك الفيلات كاينين الشجر. على داك الشي ديك البلاصة هذيك ما شدتهاش الكاميرا. عياو يبحثوا مع الناس اللي كيعرفوا الحاج ولا هذا، ما لقاو حتى شي خيط اللي وصلهم للجاني أو الجنات. داز تقريبا أسبوع على هاد القضية هذه، مازال ما لقاوش شي راس الخيط اللي وصلهم للجاني. هنا كيخرج التقرير ديال الطب الشرعي اللي تيقول بأن الحاج تلقى واحد الضربة على الراس ديالو، اللي ما كانتش هي السبب ديال الموت ديالو، ولكن السبب ديال الموت ديالو هي الطعنات اللي تلقاها، وهي تقريبا 6 ديال الطعنات، وواحدة منهم اللي كانت قاتلة هي اللي جاتو على مستوى القلب، هي اللي كانت السبب في الموت ديالو. والتقرير الطبي كيقول بأن الحاج توفى ما بين ويل ديال الليل، وماشي في ديك البلاصة اللي توفى فيها الحاج. الحاج توفى ببلاصة واحدة أخرى، وتجر وتهز وتلاح في ديك البلاصة هذيك، يعني ماشي في نفس المكان اللي لقاوه فيه البوليس فاش مات الحاج، لا مات في بلاصة واحدة أخرى وجابوه لداك البلاصة. وهنا والبوليس هما في البحث ديالهم حتى كيجي عندهم واحد السيد. هاد السيد شكون هو؟ الزوج ديال سمية الأول، حميد. هنا كيقول لهم حميد: أنا سمعت بأن الحاج الزوج ديال سمية توفى، يعني مقتول، وأنا جاي نقول لكم واحد الخبار ربما يفيدكم ربما ما يفيدكمش. المهم أنا بغيت نخلص الضمير ديالي ونجي نقول لكم. هنا البوليس رحبوا به وقالوا له: أشنو عندك؟ قول لينا أشنو عندك. هنا قال لهم لأن سمية راها الطليقة ديالو وعنده معها 2 ديال الوليدات، وحتى لهم القصة ديالو اللي كانت مع سمية بأنه لقاها كتخونو مع واحد الدري اللي ما كانش عارف هو ديك الساعات شكون هو هاد الدري، لأنه حميد نهار اللي طلق سمية ما بحثش شكون هو هاد الدري ولا ينوض معاه الصداع. صافي كما كنقولوا عرف الخبار، تفرق هو وسمية حباين. وهنايا فعلا تيقول لهم بأن هذاك العشيق ديال سمية ربما يكون عنده يد في مقتل الحاج. المهم جاب بلغهم بهذا الخبار هذا اللي ما كانوش عارفينه البوليس. هنا البوليس ولا عندهم أول خيط يتبعوه، وأول حاجة داروها هما مشاو للفيلا ديال الحاج، دقوا على الزوجة ديالو وفتحت لهم الباب وقالوا لها: حنا عندنا إذن بتفتيش الفيلا، يعني ندخلوا نقلبوا الفيلا. وفعلا هنا البوليس بداو دخلوا وبداو كيقلبوا ديك الفيلا حيط بحيط، يعني بلاصة ببلاصة. واحد البوليسي هنايا وكان ذكي، وهو تيبان ليه في واحد المجر واحد المجموعة ديال الدفاتر ديال داك الحاجة اللي كان كيسجل فيها داك الديور اللي كان كيبيع والناس اللي كانت كتكري وداك الشي، كل واحد كيسجل فيها داك السمية ديالو والعنوان ديالو، المهم داك المعلومات اللي كتخص هداك الشاري ولا هداك الكاري. فعلا جمع هدوك الدفاتر كاملين وداهم، وهنا بدا كيقلب في داك الدفاتر، كيقلب حتى كيلقى واحد الدفتر من داك الدفاتر مشرقة منه ورقة، وهذيك الورقة هي اللي لقاو عند الحاج اللي مكتوبة فيها: الحاج صفيناها ليه ومن موراه نتايا. وفي ديك الوقيته اللي البوليس قلبوا الفيلا وجمعوا داك الدفاتر وداوهم، داو معاهم حتى الزوجة ديال الحاج اللي هي سمية، داوها للتحقيق وبداو كيحقوا معاها من الأول، وكيحقوا معاها على الدري اللي كانت كتعرف شكون هو وفين كيسكن. هنا في الأول نكرات وقالت لهم بأنها ما كتعرف حتى شي واحد، ولكن منين خبروها وقالوا لها بأن زوجها الأول يعني الطليق ديالها
جال عندهم وحكى لهم على القصة اللي كانت مع هذاك العاشق. هنا في الأول نكرات، ولكن في التالي قالت لهم أنا من النهار اللي طلقت صافي ساليت العلاقة ديالي معاه، لأنه كان كيقول غيتزوجني، ولكن مني نطلقت وكان هو السبب في طلاق زواجي الأول، فأنا بعدت منه، ما بقيتش كنطلاقة معاه نهائيا. ولكن البوليس ما تيقوش بها، زادوا عليها الضغط. هنا البوليس قالوا لها عطينا العنوان ديالو، ربما يكون هو عنده يد في مقتل الزوج ديالك. هنا كيلاحظوا بأن سمية كتدخل وكتخرج في الهضرة، وبحال اللي ما باغياش أنها تعطيهم العنوان. ديما كتقول لهم أنا كنت كنتعرف معاه غير على برا، ما عمري عرفت الدار ديالو ولا فين كيسكن. هنا داك البوليسي اللي لقى هذيك الورقة مقطعة من الدفتر ديال الحاج، هنا كيجي وكيواجهها بها سمية، وكيقول لها بأن انتيا غادي تكوني مشاركة في مقتل الزوج ديالك، لأن هاد الورقة لقيناها مقطعة من الدفتر اللي عندك في الفيلا ديالك، وانتي مشاركة في الجريمة. هنا سمية صافي تخلعات وبدات كتدخل وكتخرج بالهضرة، ونهارت بالبكا. هنا قالوا لها دابا الحل الوحيد اللي عندك هي أنك تعطينا العنوان ديال هاد السيد اللي كنتي كتمشي معاه. هنا فعلا عطاتهم العنوان ديال العشيق ديالها، مشاو جابوه. هنا كان واحد البوليسي اللي كان ذكي ولعبها فيها تصدق فيها ما تصدقش. هي مني جاب سفيان ودخلوه بوحديته للتحقيق، وواجهوه هاد البوليسي هذا وقال له حنا غادي نجيوك من الاخر، وحتى انت جينا من الاخر. سمية راه اعترفت عليك وقالت بانك انت هو اللي قتلتي الحاج باش تزوج بها. هنا سفيان مني نسمع هاد الهضره هادي صافي نهار في البلاصه، يعني ما قدرش انه يقاوم. وهنا وقال عاود للبوليس على القصه كلها، وقال لهم ماشي انا اللي قتلته، هي اللي قتلاته. وبدا كيعاود ليهم. هنا تيعاود ليهم سفيان وتيقول لهم انا جيت لعندها واحد النهار وكنت ديما انني كنقول لها خصك ترجعي معايا، وانا كان الهدف ديالي هو انني نعيش معها هذيك الايام وصافي، خصوصا انها مزوجه ما غيكون عندي لا تابع ولا متبوع. وفعلا هذيك الايامات ما كانتش بغات ترجع معايا، ومن بعد وليت كنساومها انا غير باش ناخذ من عندها الفلوس. كنت كنقول لها لا ما رجعتيش معايا غادي نمشي نعاود للحاج داكشي اللي كان بيني وبينك. داكشي ديك الوقيته هذيك اقترحت عليا هي قالت لي لا بغيتي نرجعوا انا وياك هي نصفيوها للحاج، وانا ما كنتش باغي نصفيها للحاج، انا كنت باغي فقط انني نكون معاها. وفعلا هي اللي خططات ودارت كل شيء. واحد النهار قالت لي بان الحاج راه كيدخل مع 8 ديال العشيه للدار ديالو وما كيخرجش حتى 5 ديال الصباح. وشنو هي الخطه اللي غادي نديرو؟ قالت لي انت غادي تجي قبل بساعه وغادي تدخل عندي، انا غادي نخلي لك الباب محلول، دفع الباب ودخل، ومن بعد مني غادي تدخل غادي نديرك في الماريو. من بعد مني الحاج غادي يدخل يبدك الحوايجو، دخل نتايا عليه وضربو شي ضربه للراس اللي يهبط فيها. من بعد انا غادي نجيب الموس من الكوزينه وغادي نصفيوها ليه ونحطوه ونخليوه حتى يظلم الحال حتى الليل، ونلوحوه حدا الباب، حيت الحاج راه كان عنده الاعداء بزاف، يعني كيتلاقى الناس بزاف، خصوصا ان هاد الشيء غادي شي جاي حيت سمسار، راه البوليس اكيد غادي يشكوا في شي واحد من داك الناس. تيقول سفيان فعلا مشيت لعندو انا هذاك النهار مع 7 ديال العشيه، لقيت الباب محلول، دفعت الباب ودخلت ووليت سديت الباب من مورايا، ولكن كنت مخلوع وكان فيا الخوف باللي يكون الحاج رجع في شي وقيته اللي ما مولفش كيرجع فيها. حتى تاكدت بان الفيلا فيها غير سميه. وفعلا بقيت انا وسميه حتى قرب يجي الحاج. فاش قرب يجي سمعنا الباب كيتحل. هنا سميه جابت واحد الهراوه اللي كانت عندهم هما تما وعطاتها ليا ودخلتني للماريو. دخلت انا للماريو بقيت كنستنى وانا مخلوع، يعني اول مره غادي ندير هذا الشيء هذا، ما عمرني درته في حياتي. وحتى انني فكرت انني نتراجع ولكن ما قديتش، قلت صافي لانني دخلت وتورطت لان لا ما درتش هذا الشيء غادي يكتشفني الحاج وغادي نكون انا اللي مقتول.
فهنا فعلا الحاج دخل البيت ديالو وبدا كيبدل حوايجو، فهو بالفتحه اللي غادي يفتح الماريو باش غادي يجبد حوايجو حتى كنخرج لي انايا بداك الصدمه. هو اللي ما شافني خرج هكايا وبقى غير واقف ما عرف ما يدير. ضربته انايا للراس طاح، فاش ضربته للراس طاح هنا جات سميه جابت الموس وبدات كطعن فيه حتى مات. فاش مات انا في الاول تخلعت، يعني ما قديتش انني نشوف داك الشيء. هنا بدات سميه كتقول لي صافي دابا اللي وقع واننا تورطنا في هذه الجريمه هذه انا وياك، دابا خصنا نكملوا حتى الاخر. وفعلا دخلناه تحت الناموسيه من بعد ما نشفنا ليه الدم اللي كان خرج منه وشطبنا هذيك البلاصه، يعني نقيناها مزيان وخليناه حتى ظلم الحال حتى الليل، ولحناه غير حدا الباب. قالت لي اللوحوه غير حدا الباب باش يبان بحال اللي شي عصابه يعني قتلاته وجابته حدا الباب وحطاته. هنا سولوه البوليس على ديك الورقه اللي مكتوبه شكون اللي كتبها. هنا قال لهم انا اللي كتبتها، ولكن سميه اللي جابت لي الدفتر وقالت لي كتب هذا الشيء اللي غادي نقول لك باش يبانوا بحال اللي شي عصابه قتلاته، وهي اللي قالت لي كتب بان الحاج صفيناه والدور جاي عليك انت، يعني باش يبان بان عندي شي واحد حالف من قديم وانهم قتلوا الحاج وانهم مازالين غادي يقتلوها حتى هي. البوليس رجعوا عند سميه من اجل التحقيق باش يكملوا معها التحقيق حتى هي. من بعد ما بداو كيحققوا معاها ما قالوا لهاش شنو قال سفيان، ولكن اتهموها مباشره بان هي اللي قتلت الحاج، فهي قالت لهم انا ما قتلتوش. فهنايا البوليس واجهوها بالاقوال ديال سفيان، واخا هكاك بقات على الانكار ديالها، ولكن هنا كيديروا لهم المواجهه. منين داروا لهم المواجهه صافي انهارت واعترفت بكل شيء، اعترفت بالخطه ديالها اللي دارت هي وسفيان، واعترفت بان هي اللي قتلات الحاج من بعد ما ضربوا سفيان بداك الهراوه للراس. هنا من بعد الاعترافات ديالهم داروا اعاده تمثيل الجريمه، او اللي هي كيقولوا لها تمثيل الجريمه، ومن بعد قدموهم للمحاكمه اللي تبعتهم النيابه العامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحكمت عليهم بالمؤبد بجوج بيهم. وهنا قبل ما نسالي هاد القصه، هنا الخوت ديال الحاج راه كانوا جاو لعند سميه للدار ديالها في ديك الوقيته اللي كانوا البوليس كيبحثوا، كانوا كيجيو لعندها للدار وكانوا كيتهموها بان هي اللي قتلت الحاج، وبان هي اللي تكون تعاونت مع شي واحد اللي واش كانت وصلتهم شي قصه ولا وصلتهم شي هضره، يعني بان عندها علاقه مع شي واحد الله اعلم. ولكن الخوت ديال الحاج كانوا دائما تيجيو لعندها وتيبغيو يطردوها من داك الفيلا وتيقولوا لها راه انت السبب في المقتل ديال الحاج. وواحد الاخ ديالو اللي كان حتى هو حاج ومشى لعند البوليس واتهمها مباشره بان هي اللي قتلت الحاج، ولكن البوليس ما كانش عندهم حتى شي دليل باش يلقيو عليها القبض، فما خداوش داك الشكايه ديال داك الاخ ديالو بمحمل الجد. كانوا كيقولوا له بان ما عندهم حتى شي دليل عليها باش غادي يقبطوها، خصهم شي دليل. شوف يعني هاد الانسانه عطاها الله سبحانه وتعالى الزوج الاول اللي كان خدام على راسه بالدويره ديالو، ورزقها الله بجوج ديال الوليدات، ومع ذلك ما حمداتش الله ومشات كتخونو. وشوف فين وقعت. ومن بعد ما رزقها الله بهذا الحاج اللي كان لاباس عليه وما خصها معاه حتى شي خير، زادت انها تخونو وزادت فكرات بانها تصفيها ليه وتحيدو من الدنيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي قال ولا يملأ جوف بني آدم إلا التراب.